السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه فانا كنحط قصص وقضايا واقعيه ومواضيع مثيره للاهتمام. ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو باش يوصلكم كل جديد. قضيه اليوم هي قضيه غامضه في اعقد التحقيقات اللي عتسمعوا في حياتكم، وبلا ما نطول عليكم اكثر ونحرق لكم الاحداث، نمشيو شي بلاصه كالم، ديو معكم شي كاس القهوه ولا شي تكيكه اتاي واجي تشوفوا اشنو واقع في هذه القضيه. نبداو على بركه الله. القضيه ديال اليوم وقع الاحداث ديالها في تركيا وبالضبط في اسطنبول سنه 2010. واحد النهار في الصباح بكري كانت واحد البنت خارجه كدير الرياضه ديالها كيف العاده في غابه كيمير بوركاز، حتى لواحد اللحظه فين بدات كتشم شي ريحه كريهه بزاف ومجاهده لواحد الدرجه كبيره. بقات غاده حتى غادي تصدم بجثه قدامها، والكارثه هي الضحيه كانت في واحد المنظر وواحد الحاله اكثر من مروعه. مباشره اتصلت بالبوليس وعلمتهم بهذه الجثه، لدرجه هاد البنت جاها انهيار عصبي بكثره الصدمه. الشرطه غير وصلهم هذا البلاغ ديك الساعه انتقلوا مع فرقه التشخيص القضائي وحتى الطب الشرعي لعين المكان. من خلال المعاينه الاوليه اللي دار الطب الشرعي على الجثه اكد لهم بلي الضحيه عندها اكثر من 4 ايام باش تقتلات، حيث الجثه كانت مرحله تحلل. الملاحظه الثانيه هي الضحيه كانت كلها عريانه وكانت مذبوحه من عنقها وفيها واحد جرحه كبيره في ظهرها وحتى في رجليها، واكد لهم بلي البنت تكون في العشرينات من عمرها. المهم الطب الشرعي من سال المعاينه الاوليه صيفطات الجثه للمشرحه باش يزيد يفحص الطبيب الشرعي وعرفوا عليها معلومات اكثر. اما فرقه الادله الجنائيه واخا قلبوا ديك المنطقه مزيان ما لقاو فيها حتى شي دليل من غير شي اثار ديال الرويض، وكانوا باينين ديال الطوموبيل. ومن خلال دوك الاثار تبين ليهم بلي الطوموبيله اللي دازت من تما كانت من نوع كات. الاحتمال الاول اللي فكروا فيه كاع البوليس في كل جريمه تقريبا بنسبه 90% بلي المجرم اما يكون من العائله ديال الضحيه او من المعارف ديالها، حيت على حسب الدراسات العلميه كتاكد باللي اغلبيه الجرائم اللي كيوقعوا كيكون القاتل اما من العائله اما من المعارف ديال الضحيه. داكشي علاش فكروا بلي الشخص اللي قتل هاد البنت اما يكون راجلها في حاله كانت مزوجه، ولا طليقها في حاله كانت مطلقه، او العشيق ديالها. ولكن باش يوصلوا يعرفوا المجرم اللي دار في هاد الحاله كان اول حاجه خاصهم يديروها هو يحدوا الهويه ديالها ويعرفوا بعدا شكون هي. ولكن قبل ما يوصلوا لهذا الشيء، الصدمه الكبيره بالنسبه للشرطه هي منين خرج تقرير الطب الشرعي اللي كان مذكور فيه شي حوايج صعيب على شي انسان طبيعي يستوعبها، حيت التقرير اذكر بلي المعده والمصارن ديال الضحيه كانوا خاويين ما فيهم حتى حاجه. هادشي اللي كيبين بلي البنت مده طويله ما كلات، اما سبب الوفاه هي واحد الضربه قويه جات في راسها، والضحيه حتى تقتلات عاد تم الذبح ديالها. وهذا الشيء داروا المجرم بهدف يصفي لها الدم من الجسم ديالها كامل، ومن بعد تصفيه الدم حيد منها اللحم من ظهرها ورجليها. الطب الشرعي اكد بلي الطريقه اللي تقطعوا بها دوك الاطراف كانت بواحد الاحترافيه وبواحد الدقه عاليه، يعني هذا الشخص كان متمكن وعارف راسو شنو كيدير مزيان. ولكن اللي استغربوا منه البوليس هو علاش اصلا صفى لها دمها وحيد منها طرف من ظهرها وطرف من رجليها. هادشي اللي حد الان ما كانش مفهوم بالنسبه للبوليس. حاجه اخرى هي الضحيه كان عمرها ما بين 20 حتى ل 25 عام وتقريبا شي 5 ايام باش تقتلات، ومن خلال الاثار اللي كانوا على يديها ورجليها تبين ليهم باللي مده طويله وهي مربوطه، وغالبا كانوا معلقينها من رجليها. يعني احتمال كبير المجرم من قتل الضحيه ربط ليها رجليها وعلقها، ومن بعد ذبحها من عنقها باش يصفي كاع الدم اللي في الجسم ديالها. معلومه اخرى ذكرت في التقرير وكانت مهمه بزاف، بلي لقاو فوق الجثه شي بقايا من القطن وشي مواد ديال التعقيم. هادشي كيبين بلي الجاني من سال جريمته عقم الجثه كامله باش ما يخليش البصمات ديالو ولا شي اثر اللي يخليو البوليس يتعرفوا عليه. هاد المعلومات كامله بينت الشرطه بلي ما كيتعاملوش مع شي مجرم عادي، خلاتهم يعرفوا بلي كيتعاملوا مع شخص خطير او ذكي لواحد الدرجه كبيره. ولكن لحد الساعه كان باقي ما مفهومش لعناصر الامن وعلاش هاد المجرم او هاد المجرمين جوعوا الضحيه وعذبوها بهذه الطريقه، حتى من الحمل اللي على صباعها كان محيد. يعني البوليس ما كان عندهم كيديروا باش يرفعوا البصمات باش يحدوا الهويه ديالها. هادشي اللي خلى الضحيه تبقى مجهوله. اما المعلومه الاخرى اللي ذكرت في التقرير هي الضحيه كانت مركبه شفار اصطناعيين. واخا تجيكم هاد المعلومه تافهه، ولكن بالنسبه للبوليس كانت مهمه بزاف، حيت بسببها يقدروا مع البحث يعرفوا الهويه ديال الضحيه. الفرقه اللي كانت مكلفه بالبحث في هذه القضيه فكروا يمشيو يسولوا في كاع الصالونات اللي كتركب هذا النوع ديال الشفار،
ولكن المشكل اللي لقاو الا جاو يقلبوا في المدينه كامله خاصهم مده طويله هما كيبحثوا، حيت بطبيعه الحال راه كاينين الاف ديال الصالونات، تقريبا راه اكثر من 6000 صالون، وبطبيعه الحال ما يمكنش يقلبوا فيهم كاملين. الحل الوحيد اللي بان ليهم قالوا ياك حنا لقينا جثه في منطقه كيمير بوركاز، علاش ما نمشيوش نسولوا في ديك المنطقه هي الاولى، ما ربما نوصلوا شي صالون الناس اللي خدامين فيه يكونوا كيعرفوا الضحيه مزيان. وفعلا داكشي اللي وقع، داروا واحد الجدول كاع المراكز التجميل اللي كاينين في ديك المنطقه وبداو كيدوروا عليهم واحد بواحد، وبطبيعه الحال داو معاهم حتى التصويرات ديال الضحيه باش الناس يقدروا يتعرفوا عليها دغيا. ومن بعد مده هما كيسولوا، في الاخر قدروا يوصلوا لواحد الصالون خدامين فيه شي بنات تعرفوا عليها، قالوا لهم هاد البنت سميتها توبه وهي كليانه ديالنا، مولفه ديما كتجي تصايب عنا الشفار. البوليس من لقاو هاد البنات كيعرفوا الضحيه بداو كيسولوهم عليها، شنو سميتها وكنيتها، فين كتسكن بالضبط وشنو كتعرفوا عليها. الاغلبيه ديال اللي خدامين في هاد الصالون قالوا لهم حنا كنعرفوا غير سميتها وراه كتسكن غير فشي بلاصه قريبه من هاد الحومه حيت ديما كتجي عندنا. حتى لواحد اللحظه فين عاد تدخل واحد البنت كتخدم معاهم وكتقول البوليس بلي توبه فايته عاودت ليها بلي كتخدم في واحد الشركه ديال المواد الغذائيه. قالوا ليها واش كتعرفي السميه ديال هاد الشركه؟ قالت لهم ايه كنعرفها مزيان، وعطاتهم حتى العنوان ديالها. المهم مشاو البوليس لهاد الشركه وبداو كيسولوا على الضحيه. فعلا المسؤولين ديال الشركه اكدوا لهم بلي هاد البنت كتخدم عندهم، وقالوا لهم تقريبا دابا مده سيمانه باش ما بقاش كتجي الخدمه، حنا براسنا ما عرفنا عليها حتى حاجه. البوليس قالوا لهم واش ممكن تقولوا لنا شنو كتعرفوا على البنت، شكون هي عائلتها والناس اللي كتلاقى بهم؟ هاد الناس قالوا لهم الصراحه حنا ما كنعرفوش شي حاجه على حياتها الشخصيه، ولكن الا بغيتوا تعرفوا عليها معلومات اكثر راه كاينه واحد البنت صاحبتها هي اللي كتكون معاها بزاف في الوقيته ديال الخدمه. منين عيطوا لهاد صاحبتها وسولوا على توبه قالت لهم انا اللي عارفه عليها هي عايشه غير بوحدها في تركيا، والديها ساكنين في المانيا. قالت لهم بلي توبه من بعد ما خدات الباك رجعت لتركيا باش تكمل قرايتها، ومنين تخرجت لقات خدمه مزيانه وبقات عايشه هنايا، وفي نفس الوقت والديها بقاو مستقرين في المانيا وما بغاوش يرجعوا معها. رجعوا سولوها واش مؤخرا لاحظتي شي حاجه ماشي طبيعيه على صاحبتك، ولا مثلا كان عندها شي مشكل مع شي واحد؟ قالت لهم لا هادشي ما كاينش، البنت كانت عاديه حتى لهاد السيمانه عاد ما بقاش بانت. قالوا ليها مادام هي كانت صاحبتك ملي شفتيها غبرات هاد المده كامله علاش ما جاش بالك تسولي عليها وتشوف اشنو وقع معاها؟ هاد البنت قالت لهم فعلا كانت صديقه ديالي ولكن غير في الخدمه، يعني ما كانت الصداقه ديالنا قويه لديك الدرجه اللي نتشوش عليها ونمشي نسول عليها في دارها. قالت لهم بلي علاقتهم ما كتعداش الخدمه. المعلومه الوحيده اللي فاز بها البوليس قالت لهم بلي مؤخرا كانت تعرفت على شي واحد وكانت باينه مرتاحه معاه. قالوا ليها واش كتعرفي شكون هو هذا الشخص؟ قالت لهم لا ما كنعرفوش شخصيا، انا غير كنت كسمعها مره فاش كتهضر معاه في التليفون. البنت من شافت البوليس كيسولوها بزاف على صاحبتها خافت، قالت لهم علاش هاد الاسئله كامله، ياك لاباس ياك ما وقعت لها شي حاجه. ديك الساعه علموها البوليس بلي لقاو صاحبتها مقتوله بواحد الوحشيه ومليوحه في الغابه. البنت غير سمعت هاد الخبر بقات كتبكي، وهنا فين طلبوا منها البوليس تمشي معاهم لمستودع الاموات باش تعرف عليها، ولكن هاد البنت رفضات تمشي معاهم. قالت لهم انا ما نقدرش نشوفها بديك الحاله، واخا بقاو مده معاها وما كيحاولوا يقنعوها، ولكن البنت كانت رافضه تمشي معاهم. وهادشي كيبقى الراي الشخصي ديالها، الا ما كانتش قادره تشوف داك المنظر البوليس ما عندهم ما يديروا، حيت ما عندهمش الحق يفرضوا عليها شي حاجه بالزمنها، خصوصا البنت ما عندها حتى علاقه بهاد الجريمه. هادشي اللي غيخليهم يديو معاهم شخص اخر خدام في نفس الشركه، وفعلا غير شاف الجثه اكد ليهم بلي هي توبه اللي كتخدم معاهم. البوليس من بعد ما تاكدوا من العنوان اللي كتسكن فيه الضحيه مباشره توجوا لدارها، وكانوا معاهم حتى فرقه الادله الجنائيه. منين دخلوا كيتفاجئوا بالدار عاديه ما كان فيها حتى شي اثر ديال العنف، كلشي كان محطوط حتى من الفلوس اللي كانت مخبعهم الضحيه كانوا في بلاصتهم، وحتى الصاك والتليفون ديالها كانوا في الدار. هادشي اللي عيبيه البوليس بلي الجريمه كانت اكبر من عمليه سرقه، وغالبا عتكون عندها علاقه بشي حاجه اخرى. لحد الساعه مازال ما عرفوش، واخا البوليس قلبوا الدار ديالها كامله ما لقاو فيها حتى شي دليل. فرقه الادله الجنائيه هزوا داك التليفون وداك الصاك وداو المختبر الجنائي على امل يبان لهم شي دليل جديد اللي يعاونهم في هذه القضيه، بحال مع من كانت كتواصل في هذه المده الاخيره. ولكن النتيجه ديال التقرير غتخلي البوليس يزيدوا يستغربوا من هذا المجرم اللي كيتعاملوا معاه، حيت تبين لهم باللي هذا الشخص مسح كاع المعلومات اللي في التليفون،
والمشكله هي الطريقه اللي مسحهم بها، كانت كتبين بلي الجاني عنده خبره كبيره في المعلوميات لدرجه المختبر الجنائي ما قدروش يرجعوهم، وهذا كان بالنسبه لهم مشكل كبير. وحتى التقرير ديال الخبره على المكالمات كان عادي، ما فيه حتى حاجه اللي كتدخل الشك. اغلبيه ديال الاتصالات ديال الضحيه كانوا اما مع العائله ديالها ولا مع الناس اللي كتعرف. وعلى حسب البحث اللي داروا البوليس اكتشفوا بلي الضحيه ما كانتش كدير صحابات بزاف. هنا الحل الوحيد اللي بقى قدامهم وما يمشيو يفرغوا كاع التسجيلات ديال كاميرات المراقبه اللي كانوا قراب بزاف من ديك الغابه. على الله تبان لهم شي طوموبيل من نوع كات داز من ديك الطريق، ولكن غيتفاجئوا من غيلقاو بزاف ديال الطوموبيلات من هذا النوع دازوا من نفس البلاصه. هذا الشيء اللي زاد صعب عليهم البحث اكثر، حيت كان صعيب عليهم يحدوا اين وحده فيهم. البوليس هنا ما وصلوا لحتى شي معلومه جديده اللي تعاونوا في هذه القضيه. كانوا البوليس على شويه يحبسوا البحث وتسجل الجريمه ضد مجهول، كل ما جاهمش بلاغ اخر بلي لقاو جثه ديال البنت في نفس الغابه اللي تلقات فيها الضحيه الاولى. بطبيعه الحال الشرطه غير وصلهم هذا البلاغ مباشره انتقلوا مع فرقه الادله الجنائيه لعين المكان، وفينها اكتشفوا جثه اخرى مقتوله ومليوحه عريانه في نفس الغابه. واللي كان غريب على البوليس هي الجثه كانت في نفس الحاله ومقتوله بنفس الطريقه اللي تقتلت بها الضحيه الاولى. والبلاصه اللي مليوحه فيها الجثه حتى هي غيلقاو وحدها اثار رويض ديال الطوموبيل، ولكن هاد المره كانوا حتى الاثار ديال رجلين. ومره اخرى الطب الشرعي اكد لهم بلي هاد البنت مصارنها والمعده ديالها كانوا خاويين. اما سبب الوفاه كانت واحد ضربه قويه على الراس ديالها، وحتى هي ذبحات وتصفى الدم ديالها، وكان مقطع جزء من لحمها من الجهه ديال الظهر ورجليها. يعني نفس التفاصيل اللي كانوا على الضحيه الاولى كانوا حتى على هاد البنت. اما تاريخ الوفاه كان تقريبا ما بين 16 حتى ل 20 ساعه، وحتى هي كان الجسم ديالها منظف مزيان ومعقم بواحد الاحترافيه عاليه. الحاجه الوحيده اللي كانت مختلفه هي الضحيه الثانيه لقاو فوق الجسم ديالها واحد النقطه صغيره من شي ماده غذائيه، ومنين داروا ليها التحليل لقاوها زيت الزيتون. من خلال هذه المعلومات كامله اللي وصلوا ليها والبحث اللي داروا البوليس اتاكدوا بلي كيتعاملوا مع شخص مريض نفسيا وعقليا، حيت مستحيل انسان عادي يرتكب جرائم بهذه البشاعه والوحشيه الا من الطريقه باش كيجوع الضحايا ديالو وكيفاش كيقتلهم وكيصفي الدم ديالهم. هادشي كامل كيبين بلي كيتعاملوا مع شخص ماشي طبيعي. ولكن اللي كان محيرهم هو علاش كان كيحيد منهم دوك الاطراف. وباش البوليس يتاكدوا واش فايت شي واحد من العائله ديال الضحيه بلغ على الاختفاء ديالها، عيرجعوا يقلبوا في كاع المحاضر اللي عندهم في المركز، عيشوفوا واش كاين شي واحد من عائله البنت فايت داير بلاغ على الاختفاء ديالها. وفعلا عيلقاو محضر دايروا خوا قبل 5 ايام، ومن قارنوا الصوره اللي عطاوهم مع الصوره ديال الضحيه اكتشفوا باللي هي نفس البنت. اتصلوا بالاخ ديالها اللي كان سميتو مهند وطلبوا منه يجي عندهم المركز ديالهم. ومن بعد ما علموا بالكارثه اللي وقعت لختو بداو كيطرحوا عليه مجموعه من الاسئله، منها فوقاش اخر مره شفتي فيها اختك، واش كانوا عندها شي اعداء، واش كانت كتسكن معكم في نفس الدار، وشكون هما الاصدقاء ديالها. مهند قال لهم هذه 6 ايام باش ما بقيتش شفت اختي ولا عرفت عليها شي حاجه، داكشي علاش جيت عندكم ودرت بلاغ اختفاء لفائده العائله. اما بالنسبه اعداء، حنا عائلتنا كامله ما عمرت كانت عندها عداوه مع شي واحد كيف ما كان، وحتى من صحاباتها محدودين، غير شي بنات قلال اللي كانت كتلاقى معاهم. قالوا لي البوليس واش شاك في شي واحد اللي يقدر يدير في اختك هاد الحاله؟ قال لهم لا، انا ما شاك في حتى واحد. هاد البنت كانت سميتها تولاي وفي عمرها 23 عام، وكانت طالبه في الجامعه. وعلى حسب الاخوال ديال خوها كيقول ملي توفى والديه بقات اختو تولاي ساكنه غير بوحدها في دارهم، واخا طلب منها تمشي تسكن معاه في دارو بحكم هو مزوج ومستقر بوحدو مع مراته وولادو، ولكن تولاي كانت مصره باش تبقى ساكنه في دارهم. المهم من بعد بحث طويل ومعمق مع الاخ ديالها في الاخر ما زاد حتى شي اضافه للبوليس. الحاجه الوحيده اللي عرفوا منه هو العنوان ديال دارهم اللي كانت كتسكن فيها اختو. وغير وصلوا فتحوا الباب هنا عيلفت انتباههم بلي الدار ما فيها حتى شي حاجه ماشي طبيعيه، وما كاينش الاثر ديال العنف لا على الباب لا وسط الدار. ولكن هاد المره التليفون ديالها ما كانش في الدار، يعني احتمال في الوقيته اللي تدرجها الجاني كانت الضحيه هزه مع التليفون ديالها. وحتى هاد المره فرقه الادله الجنائيه ما لقاو حتى شي دليل في دارها. ومنين داروا الخبره على البيسي ديالها عيكتشفوا بلي حتى هو ممسوح منه كاع المعلومات بواحد الطريقه احترافيه اللي ما قدروش البوليس يرجعوا منه دوك المعلومات اللي تمسحوا. ومن سولوا الجيران لقاو ما عارفين حتى حاجه. الشرطه التركيه في هذا الوقيته داخو
لدرجة ما عرفوش كيفاش يتعاملوا مع هذا الشخص اللي كانوا متأكدين بلي غيكون سفاح خطير. هاد المعطيات كاملة اللي وصلوا ليها خلاتهم يفكروا في واحد الاحتمال. قالوا ما ربما الجاني من بعد ما كيرتكب جريمته كيمشي حتى للدار ديال الضحايا وكيمسح كاع المعلومات من البيسي وحتى التليفونات ديالهم. بطبيعة الحال باش ما يتعرفش وما يقدروش البوليس يوصلوا ليه. ولكن الا كان هادشي بصح، هنا كيبقى السؤال: الا كانوا الضحايا بجوج من خلال التقرير ديال المكالمات ما لقاوهم كيهضروا مع حتى شي شخص غريب، اغلبيه ديال المكالمات كانوا غير مع العائله والاصدقاء، وحتى فاش بحثوا مع صحابهم لقاوهم ما عندهم حتى علاقه بهاد الجرائم. اذا هاد الشخص فين كان كيتواصل معهم، خصوصا ان الضحيه الاولى والثانيه تقتلوا بنفس الطريقه؟ هادشي كيبين بلي المجرم واحد. واش الضحايا بجوج كانوا كيتواصلوا مع الشخص غير من خلال الشات، يعني بحال والو كانوا كيتعرفوا عليه غير في وسائل التواصل الاجتماعي، وبهذه الطريقه كان كيستدرجوا من دارو بلا ما يخلي حتى شي مكالمه ما بينه وما بينهم اللي تبقى مثبوته عليه. واللي زاد الفتنه البوليس في هذه المده ديال البحث هما الضحايا بجوج بهم عندهم بزاف ديال النقاط المشتركه بيناتهم. الاولى هي كانوا كيسكنوا قرب من بعضياتهم، يعني كانت غير واحد المسافه ديال 3 حتى 4 كيلومتر. ومن خلال البحث اللي داروا تاكدوا بلي الضحيه الاولى ما عندها حتى علاقه بالضحيه الثانيه، يعني ما كيعرفوش بعضياتهم نهائيا. ثاني حاجه هي الضحيه بجوج اللون ديال شعرهم احمر. اما ثالث حاجه هي البنات بجوج كيسكنوا غير بوحدهم في الدار. هادشي اللي خلى البوليس يسنجوا بلي المجرم كان كيعزل الضحايا بواحد الشروط، ما كانش كيختار اي وحده وحيد تلقاو بجوج بهم في نفس الغابه. هادشي اللي غيخلي البوليس يفكروا علاش ما يكونش جاني حتى هو كيسكن في ديك المنطقه. ولكن الاشكال اللي غيلقاو هي ديك المنطقه كبيره بزاف، يعني كانوا حايرين منين غيبداو وفين غيقلبوا بالضبط. داكشي علاش فكروا يبداو يقلبوا في اقرب حي لديك الغابه، واللي كان مجمع راقي كيتكون من 40 فيلا، وكانوا كيفكروا غير في الناس اللي عندهم طوموبيل من نوع كاتكاس. المهم داروا واحد اللائحه بالاسماء ديال الناس اللي ساكنين في داك المجمع، وبداو كيحقوا معاهم واحد بواحد. وهنا فين الشرطه عيطير انتباههم واحد الشخص سميتو يامان وفي عمره 38 عام، خصوصا من عرفوا قاري الهندسه المعلوماتيه. هادشي اللي خلاهم يزيدوا يشكوا فيه ويمشيو يقلبوا في السجل العدلي ديالو، وفعلا غيلقاو عنده سوابق حيت كان كيعطي شيكات بدون رصيد. المهم خداو امر من النيابه العامه وداو معاهم لمركز الشرطه باش يعمقوا معاه البحث ويعرفوا واش عنده يد في هاد الجرائم ولا لا. وغير بداو التحقيق مع هاد الشخص كان الوقت كامل وكيقول لهم بلي ما عنده حتى علاقه بهاد الجرائم وما عرف عليهم والو. بقاو البوليس معتقلين عندهم لمده 3 ايام تحت الحراسه النظريه وما كيبحثوا معاه، وباش يتاكدوا مشاو قلبوا حتى الدار ديالو، وللاسف ما لقاو حتى شي دليل ولا شي اثر اللي كيثبت بلي ديك الدار ارتكبوا فيها جرائم قتل. وواخا هكاك البوليس في الاول ما تاقوش به، حتى جاهم البلاغ في النهار الثالث كيعلمهم باللي تلقات جثه اخرى في نفس الغابه اللي تلقاو فيها الضحايا الاولين، وهذا كان سبب كافي باش يتبرأ هذا الشخص من هذه الجرائم. حيت من بعد ما انتقلوا البوليس لعين المكان لاحظوا بلي الجثه كانت مقتوله بنفس الطريقه، وكانوا عليها نفس التفاصيل اللي كانوا على الضحايا اللي قبل منها. الحاجه الوحيده اللي كانت مختلفه بيناتهم هي لقاو واحد العينه ديال الطفال مخلطه مع الدم فوق الجسم ديال الضحيه، ومنين داوها المختبر الجيني وداروا ليها التحليل اكتشفوا بلي عينه كترجع الرجل ومولاها مريض بسرطان الدم وكياخذ حتى شي ادويه ديال المناعه، وهاد الدواء بالضبط نادر ما كيتعطى الا في الحالات الصعيبه، وحتى الاشخاص اللي كيستعملوه قلال بزاف. وغير باش تكونوا عارفين هاد النوع ديال الدواء كيخصو اجراءات، يعني الشخص اللي كيوصفوا ليه الطبيب باش يستعملو اول حاجه كيديرها كياخذ بعد الموافقه من وزاره الصحه، وبديك الموافقه هي باش كيمشي وكيعطيو ليه. المهم من يجمعوا هاد المعلومات مباشره تواصلوا مع وزاره الصحه وطلبوا يصيفطوا لهم اللائحه بكاع الاسماء اللي مرخص لهم هاد النوع ديال الدواء. ومن وصلتهم اللائحه تخيلوا بلي في تركيا كلها غيلقاو غير 100 واحد اللي كيستعمل هاد النوع ديال الادويه، 25 منهم هما اللي كاينين في اسطنبول. وهذا الشيء هو اللي خلى الشرطه يولي عندها امل باش يوصلوا لهاد السفاح في اقرب وقت. وحيت التحليل ديال ADN اكد بلي هاد الشخص راجل، غيحيدوا كاع من اللائحه النساء وغيخليو غير رجال. وهنا فين غيلقاو 12 راجل هما اللي كاينين في هاد المدينه. ديك الساعه مشاو كيبحثوا في العناوين ديالهم يشوفوا واش كاينين بيناتهم شي واحد كيسكن قريب من المنطقه، وفعلا غيلقاو واحد السيد سميتو سيمان وفي عمره 37 عام، ولكن ما كانش كيسكن في نفس المجمع اللي كانوا كيبحثوا فيه، كان كيسكن في بلاصه اخرى. والمفاجاه هي منين عرفوا باللي سبق لي تخرج مهندس معلومات،
مباشرة البوليس خداو اذن النيابه باش يقلبوا الدار ديالو. مشاو نيشان فرعوا الباب ودخلوا. كانت الشرطه وفرقه الادله الجنائيه كيقلبوا الدار قنت بقنت حتى وصلوا لواحد البيت. من داروا عليه المعاينه لقاو شي قطرات ديال الدم مرشوشين في الارض وحتى على الحيط، ولقاو واحد الكاميرا صغيره معلقه في السقف ديال البيت وحتى الكاميرا اللي كتهز في اليد. وفاش قلبوها لقاو مصور بزاف ديال البنات وكلهم شعرهم احمر. كان اي بنت تلقاها غاده في الشارع ولا مثلا جالسه في شي قهوه كيصورها بطبيعه الحال بلا ما تردي البال. والكارثه لقاو حتى واحد الحديده لاصقه في الحيط واللي احتمال كبير هي اللي كان كيعلق فيها الضحايا ديالو. ومن قلبوا التسجيلات ديال الكاميرا لقاو دوك البنات اللي تلقاو مقتولين 3 بهم كان مصورهم موثق كاع الاعمال الوحشيه اللي كان كيدير فيهم، من التجويع للتعذيب حتى القتل. الشرطه غير تعرفات على الوجه ديال هاد السفاح اول حاجه داروها حاصروا الدار ديالو ومباشره خرجت واحد الدوريه كيقلبوا عليه. من بعد ما داز سيمانه غيلقاو جالس واحد الشقه ديالو كاينه في نفس المدينه. ديك الساعه اعتقلوه وداوه لمركز الامن باش يعمقوا معاه البحث مزيان ويعرفوا شنو السبب اللي خلاه يرتكب هالجرائم كاملين. البوليس بلا ما يديروه معاه حتى مجهود مباشره سيمانه اعترف لهم كاع التهم منسوبه ليه. في الاعترافات ديالو هذا الشخص كان كيعاني من امراض نفسيه خطيره اللي مع المده خلته يتحول لوحش ادمي. وهاد الامراض بدات معاه منين كان صغير، حيت فاش كان في عمره 8 سنين سمح فيه باه هو وامه، واخا خلى لهم بزاف ديال الاملاك اللي يعيشوا بها مرتاحين هادشي خلاه يولي عنده فراغ كبير في حياته. ومن بعد واحد المده توفت حتى امه، ومن ديك اللحظه تأزمات النفسيه ديالو حتى لقى راسو عايش غير بوحدو. وهادشي هو اللي ما قدرش يتقبلو لدرجه كانوا هاد العقد النفسيه كل ما كيكبروا معاه. وفاش مرض بالسرطان ولا كيخاف يموت ويدفن بوحدو. تخيلوا بالواحد الدرجه انه كيتخيل ان عنده خو كيتواصل معاه وفي الواقع كان كيهضر غير بوحدو. وفاش سولوه علاش كنتي كتختار بالضبط البنات اللي شعرهم احمر، قال لهم حيت كيعجبوني اي بنت شعر احمر كتثير انتباهي وكنشوفها زوينه بزاف عكس البنات الاخرين. وعلى حسب التفكير ديالو كيقول بدوك البنات كاملين انا ما قتلتهمش، وباللي هادشي كامل اللي داروا او دوك الاطراف ديال الحمل اللي كان كيحيد من الجسم ديال الضحايا كان غير باش يحتفظ بهم باش يبقاو مع حياته كامله باش ما يبقاش عايش بوحدو. البوليس من كانوا كيستمعوا ليه من خلال الهضره ديالو عرفوا السيد ماشي طبيعي وبلي كيتعاملوا مع سفاح مريض. كان كيتواصل مع الضحايا ديالو غير في وسائل التواصل الاجتماعي. من بعد ما كيتعرف على البنت كيدير معها شي وقيته اللي تلاقاو فيها بجوج، وما كانش كيصوني ليهم في التليفون ديالو، لا فاش كيبغي يهضر معها كيتصل بها غير في سكايب. وهادشي كامل باش ما يخليش دليل من وراه. المهم كيبقى كيتلاقى بالبنت اليوم غدا حتى كيخليها تثق فيه وتقبل تمشي معاه لدارو اللي قريبه من ديك الغابه. وهنا فين كيستغل الفرصه وكيدير في الضحيه ما بغى. كاع العقد النفسيه اللي فيه كيخرجون فيها، كيخليها مده بلا ماكله بلا شراب حاد كيقتلها. ومنين كيسالي جريمته كيحيد منهم دوك الاجزاء وكيحتفظ بهم، ومن بعد كيهز السوارت وكيمشي للدار ديالهم وكيمسح كاع المعلومات من البيسي وحتى من التليفون. وهادشي كامل كان كيديروه متنكر باش ما يشوفوا حتى واحد. منين اعترف كاع بالجرائم اللي دار تحول الملف ديالو للمحكمه وحكم عليه القاضي ب3 المرات بالسجن المؤبد. وباش تكونوا عارفين في تركيا الا شكوا في المجرم بلي مريض نفسيا او عقليا حتى كيتحكم عليه عاد كيحولوه لمصحه ديال الامراض العقليه. وفعلا من بعد ما فحصوه اكتشفوا بلي كيعاني من امراض نفسيه خطيره بزاف، ولحد الساعه مازال سيمان كيدوز العقوبه ديالو. هنا غادي تكون القضيه ديالنا سالات. الله يسترنا يا ربي دنيا واخره ولا يخرجنا من دار العيب بلا عيب. ما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم في هذه القضيه في التعليقات. صلوا لي في راسكم وان شاء الله نشوفكم فيديو جاي. السلام عليكم.